وقال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. الناس أهل القرآن الحفاظ هم أهل الله وخاصته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. فقيل: يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن. دي في رواية، وفي رواية: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وهو الذكر، وهو أفضل الذكر. تلاوة القرآن وذكر الموت. برضو كمان دي رواية ثانية، أن القلوب قال للرسول صلى الله عليه وسلم بالصد زي ما الحديد ما بصدي اتسخ. فرسول قال سألوه قال: يا رسول الله جلاها شنو؟ قال لهم: ذكر القرآن، تلاوة القرآن وذكر الموت. الإنسان يذكر الموت كلما صباح يقول الموت الموت الموت، تذكر الموت. والإنسان كان تذكر الموت ما بسرق حق الناس، وكان تذكر الموت وما بعد الموت ما بزني، وكان تذكر الموت وما بعد الموت ما بيغتاب الناس، وإلى آخر ما نهى الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى قارئ القرآن من صاحب الغينة إلى غينته. قال الإنسان اللي بيقرأ القرآن ربنا يصنط له أشد من الناس اللي حول البيت اللي بتغني ويعينوا له. كل ذول في هواه زي ما بيصنط، يعني قالت شنو عملت شنو سوت شنو. قال ربنا يعني هو أشد أذنا من الإنسان اللي بيصنط للمغني. الآثار. قال أبو إمامة الباهلي: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب غلبا هو وعاء للقرآن. قال ما تنتكلوا على المصاحف دي وتخلوا حفظ القرآن. اقروا القرآن واحفظوه وسووا قلوبكم دي أوعية وخلوا قلوبكم تمام، لأن القرآن ربنا لا يعذب القلب اللي حفظ القرآن ووعى القرآن. وقال ابن مسعود وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود ده من الحفظة الذين حفظوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود قال: إذا أردتم العلم فآثروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. إذا كان دارين العلوم أقرأوا القرآن. الإنسان لما يقرأ العلم حوى علم الأولين وعلم الآخرين. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف منه 10 حسنات. قال اقرأوا القرآن، قال كل حرف ب10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وشوف ذلك كم؟ 3. كل ما حرف في 3 ب10 حسنات. لما تقول ألف لام ميم 30 حسنة. شوف ثاني لما تتم قرآنك تبقى ما بقيت تاجر كبير، تاجر في سوق القرآن. وقال أيضا: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله ورسوله. إذا كان الإنسان بيحب القرآن وبيحب أهل القرآن وبيحب تلاوة القرآن وبيحب سماع القرآن، قال هو بيحب الله والرسول. وإن بقى ما بيحبهم ما بيحب الله. ده الميزان. وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله تعالى ورسوله. وقال عمر بن العاص: كل آية في القرآن درجة في الجنة. يعني قارئ القرآن يوم القيامة يقول له: اقرأ وارقى، اقرأ وارقى. كل آية بدرجة، كلما قرأت آية تطلع درجة له.
وآخر منزل لك، آخر درجة هو آخر ما تحفظه من القرآن، فيكون هو آخر درجتك في الجنة. كل ما أنت رغيت قرأت رغيت. ومصباح في بيوتكم. وقال أيضا من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. قال الإنسان لما يحفظ القرآن كأنه نبي، وأدرجت النبوة بين جنبيه هو القرآن، لكن بس ما بيوحى إليه، بس ما بيوجد. الإنسان لما يفوت القرآن يا جماعة فات الخير كثير. وإن فات القرآن فاتك أنت، ما يفوت ولدك، جيب ولدك علم. لما الفقيه يقول للوليد الصغير قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، كلمتين ديل غفر الله للفقيه وغفر الله للغلام وغفر الله لوالديه. وكانوا اديته المدرسة بغفر لك، كله كلام فاضي ساكت. الكلام ده كله يفوتكم وتعمروا بيوت إبليس وتخلوا القرآن. هذا ما ضلال كبير خلاص. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين. ده البيت اللي يتلى فيه القرآن. وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل ضاق بأهله. كلما صباح تلقى الناس ما بيقروا القرآن ولا يحفظوه ولا يعملوا به، كل صباح هم متضايقين، وكل صباح ده ما بيده، وكل صباح ده مغرب وده مصبح، وكل صباح خير وقل ماشي. وضاق بأهله وغل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين. الملائكة لما يخرجوا من البيت ويدخلوا في الشياطين بيسووا سمع؟ والله ما بيسووا سمع، يفتنوا الأخو في أخوه. هسه جابوا لنا واحد كاتل، سأل أخرنا من الصلاة دي جابوه كاتل والله سايق الضابط كاتل أخوه سايق الضابط، وده أخوه شقيق. هسه جابوه. هذا ما إبليس، هذا إبليس لما ندخل نفسه بسمع، لأنه ما فيه القرآن. والبيت لما يكون أهله لا صلاة ولا قرآن ولا تلاوة ولا مذاكرة ولا ذكر الله، ما مظلم والعياذ بالله. مع تحيات عبد الرحيم حاج أحمد.